بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نقارن فيها بين الدولة الأموية والدولة العباسية. كثير من الأسئلة بتردني: لماذا تفضل الدولة الأموية على الدولة العباسية؟ وهذا يعود إلى سببين رئيسيين. السبب الأول هو فهم الإسلام. كي نفهم الإسلام لابد أن نفهم تاريخ الإسلام، لأنه الإسلام هو دين عملي، دين جرى تطبيقه في الواقع، والمسلمون الأوائل هم الذين طبقوا هذا الدين، فنحن نقتدي بهم، فلا بد أن ننظر كيف طبقوه. وفي نفس الوقت لا بد أن احنا نتعلم من أخطائهم ونتعلم من الأمور الصحيحة التي فعلوها. هذه هي المسألة الأولى، لأنه نفس ما جرى في أول الإسلام هو نفس ما يجري الآن، هو نفس ما سيجري بعد ذلك. والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فك الله أسره له مقولة يقول فيها أن كل حدث في حياة الدول، كل حدث في حياة الأفراد ورد في القرآن الكريم وورد وحدث في السنة النبوية الشريفة. الأمر الثاني هو ميليشيات الشيعة التي تقتل وتذبح المسلمين والأطفال والنساء والأبرياء في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وداخلين على باكستان، وربما يدخلوا في تركيا أيضا، والمغرب والجزائر لهم نشاط، وتونس بدأ يكون لهم نشاط أيضا، ونيجيريا شغالين فيها، وحتى الصومال وجدت لهم نشاط في الصومال. تخيلوا، فكوارث ومذابح تقتل يستندون إلى تزوير التاريخ. فبالتالي هذا ليس تاريخ للحكاوي أو للماضي، بل هو تاريخ يترتب عليه إن صححناه إنقاذ أرواح مسلمين وأبرياء، وإن تركناه مزيفا فسترتب على ذلك مزيد من الخراب والدمار. فتعالوا نبدأ ونقول لماذا أنا أفضل، وأعتقد الكثير من أهل العلم، يعني لست أنا وجدت كل العلماء الثقات، طبعا الدولة الأموية أحسن من العباسية، لا مجال للمقارنة أصلا. يعني لا يجوز أن تضع الدولة الأموية بكل شموخها وعظمتها بجوار الدولة العباسية بكل ما فيها من وضاعة ودناءة، وجرى فيها ما جرى كما صنعت. بداية هذه هي خريطة الدولة الأموية، وإحنا بنقسم الخريطة إلى 4 أجزاء. أولا الدول اللي باللون الأصفر هذه دولة الخلافة، دولة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أسس الدولة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دولة الخلافة الراشدة أضافت الدول اللي باللون الأحمر. ثم نأتي بعد ذلك الدولة الأموية أضافت الدول اللي باللون هذا، والله ما بفهم في الألوان أوي يعني. طيب، فالدولة الأموية هنجد إن هي أول سبب عملت فتوحات، أضافت لأرض المسلمين، عملت فتوحات إسلامية. لما نأتي للدولة العباسية لم تفتح شيء. انظر ماذا أضافت الدولة الأموية للعالم الإسلامي. أضافت تونس، أضافت الجزائر، أضافت المغرب، أضافت أجزاء من موريتانيا، أضافت البرتغال، أضافت أسبانيا، أضافت القوقاز، بعض المناطق هنا في طبرستان، وطبرستان يعني فتحها لم يكن مستقر. العباسيين فتحوا طبرستان اللي هي المنطقة اللي هيكون فيها قلعة الحشاشين اللي هم الشيعة الإسماعيلية. طيب، وبعد ذلك فتحت أفغانستان، وفتحت باكستان، وفتحت آسيا الوسطى، بلاد ما وراء النهر، أوزبكستان، طاجيكستان، كيرغيزيا، كازاخستان، كل هذا فتحته الدولة الأموية. فتحت تركستان الشرقية اللي هي موجودة في الصين الآن، تحتلها الصين، فيها المسلمين الإيغور، وعاصمتها كاشغر. والدولة الأموية فرضت الجزية على الصين، يعني الصين كانت تدفع الجزية للدولة الأموية. حضراتكم احنا النهاردة الصين بتضربنا بأحذيتها وبتغتصب المسلمات، ولا في دولة إسلامية واحدة سحبت حتى سفيرها من الصين، ولا طردت السفير الصيني. فيا جماعة احنا فين والدولة الأموية فين؟ يقول لك الحجاج، أو الحجاج هو اللي فتح الصين يا سيدي. يعني الحجاج والي الدولة الأموية في العراق هو الله يرحمه الذي، شوف، بالعراق هو اللي سار الجيوش وفتح باكستان، وهو اللي سار الجيوش وفتح أفغانستان،
هو اللي سار الجيوش فتح آسيا الوسطى، هو اللي سار الجيوش وفتح الصين وعاجله المرض، هو والوليد بن الخليفة الأموي في دمشق، الوليد بن عبد الملك رحمه الله. حد يسمع عن الوليد بن عبد الملك؟ ولا أحد يسمع به. الوليد بن عبد الملك اللي في عهده جرى فتح الأندلس، ولا أي أحد. تخيلوا كل الفتوحات الإسلامية العظيمة في عهد الوليد بن عبد الملك، اللي هو يعني أهم من الإسكندر الأكبر. ولا هنا إنه في عهد الدولة الخلافة الراشدة كان الجهاد للخارج، يعني حروب للخارج. طيب في عهد الدولة الأموية هيحصل إيه؟ هيبقى الجهاد هيحصل انحراف، هيبقى في جهاد في الداخل وجهاد في الخارج. يعني الدولة الأموية كانت عاصمتها دمشق، هتبدأ تفتح في الخارج وتتوسع في كل الاتجاهات، ولكن في نفس الوقت هتخوض حروب داخلية، سواء في وقعة الحرة مع عبد الله بن الزبير في مكة، في العراق مع الثورات اللي حصلت من الخوارج والثورات، وحتى سيدنا الحسين رضي الله عنه قتل في عهد الدولة الأموية. المهم الدولة الأموية حصل إيه؟ بقى في جهاد في الداخل وجهاد في الخارج. طيب فاحنا هنركز في الجزئية دي في الدولة الأموية، وده أول انحراف عن المسار الإسلامي الصحيح. إن أنت كان عندك الخلافة الراشدة مسار إسلامي صحيح، بدأت الدولة الأموية تسير على المسار الإسلامي الصحيح، ولكن مع انحراف توريث الحكم والحروب الداخلية. ومش عاوزين ندخل بقى في الحروب الداخلية وأسبابها، الوقت لا يتسع. الدولة الأموية يا جماعة هي قامت من 40 هجرية بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى 132 هجرية، يعني 92 عاما هجرية. طبعا آثار الدولة الأموية قائمة حتى اليوم، يعني تونس بلد مسلم، الجزائر بلد مسلم، المغرب بلد مسلم، موريتانيا بلد مسلم. ضياع اسبانيا والبرتغال مش مسؤوليتهم، مسؤولية من جاء الفاسدون الذين جاءوا بعد ذلك يعني. طيب عندك افغانستان بلد مسلم، باكستان بلد مسلم، كل بلاد اسيا الوسطى، اوزبكستان، طاجيكستان، كرغيزيا، كازاخستان، الشيشان، انجوشيا، كل دي بلاد اسلامية ومن فتحها الامويين. حتى قبرص كون اللي بعضهم ضيعوها ده مش مسؤوليتهم. فلسطين كان بلد إسلامي، الآن خلاص أصبح يهودي، اليهود سيطروا عليه. لبنان كان بلد إسلامي، طرد المسلمين منه مش موضوعنا. لكن احنا بنشاهد هنا إن نحن حتى اليوم نعيش في آثار إنجازات الدولة الأموية، سواء في الفتوحات الإسلامية أو في مسألة نشر اللغة العربية ونشر الإسلام، لأن الدولة الأموية هي التي قامت بدور كبير جدا في إقناع هذه الشعوب باعتناق الإسلام، فقامت بدور كبير جدا. طيب هنأتي بعد ذلك إلى الدولة العباسية. أول عيب ينتقص من قدر الدولة العباسية هي هذه الخريطة، أنه أصبحت مقسومة قسمتين. الدولة العباسية لم تستطع أن تسيطر، انظروا، لم توحد العالم الإسلامي. منذ عهد الدولة الأموية لم يتحد العالم الإسلامي في دولة واحدة. الدولة الأموية وحدتها في دولة واحدة، والدولة الأموية مساحتها أكبر، الإسكندر أكبر من دولة الإسكندر الأكبر. لا نقارن مساحة الدولة الأموية إلا بإمبراطورية المغول. فأول حاجة الدولة العباسية فشلت في توحيد العالم الإسلامي، فهي لم تستطع حتى في أقصى قوتها، ده أقصى اتساع لها. خرج منها الأندلس اللي هو أسبانيا والبرتغال، وخرج منها المغرب والجزائر منذ اللحظات الأولى. والأمر الثاني إن هي لم تفتح شيئا، لم تضف أي شيء لمساحة العالم الإسلامي إلا أمور بسيطة هنا أو هناك فقط. وسنجد غالبية حروب الدولة العباسية حروب دفاعية، يعني إما أنه الصين بتهجم فبيدافعوا، الروم يهجمون يدافعون، بل أن الروم حتى احتلوا شمال العراق وجنوب تركيا وشمال سوريا وشمال الشام في عهد الدولة العباسية. حتى أنت لما يقول لك فتح عمورية، طب معاوية بن أبي سفيان فتح عمورية، ولما العباسيين راحوا يفتحوا عمورية عملوا إيه؟ شنوا الهجوم ورجعوا مرة أخرى. الأمويين كانوا يفتحون البلد وينقلون المسلمين إلى المكان ويجلسون الجند بعائلاتهم بأسرهم استيطان، خلاص يعني ستبقى إسلامية. العباسيين لا، كان ممكن شن غارات، تأديب، وهكذا فقط. فبالتالي
نحن هنا المسألة للعباسيين أقل في حاجتين: أنهم لم يوحدوا العالم الإسلامي، لم يستطيعوا أصلا، لم يقوموا بإضافة أي مساحات للعالم الإسلامي إلا أمور بسيطة جدا. الأمر الثالث هو دخلنة الجهاد، يعني كل حروب العباسيين في الداخل، حروب في الخارج نادرة أو قليلة جدا. طيب ده أيضا يوضح لنا لماذا الأمويين أفضل من العباسيين. أيضا أنه دعوة العباسيين دعوة قامت على النصب، عكس الدعوة الأموية التي قامت على المصارحة والحقيقة. يعني بني أمية لما حكموا قالوا للناس: لماذا نحكمكم؟ لأننا الأقدر والأقوى على الحكم، إحنا ناس أهل حكم ونستطيع أن نحكم وننتصر ونعبد جيوش وكذا. الجماعة العباسيين لما جم يحكموا حكموا على كذبة، وهي أن إحنا أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمويين هؤلاء ناس بعيدة عن الرسول. وطبعا ده كله كذب يعني. ولذلك هي دعوة العباسيين كانت في الأساس بين العجم، لأن العجم لا يعرفون القرابات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمويين وبين العباسيين. يعني هذه كلها عائلة، قريش عائلة في قرية كلها 1000 واحد، وكلهم متزوجين من بعضهم البعض. فتعالوا هنا شجرة العائلة، احنا نركز الرسول صلى الله عليه وسلم هنا. طيب مين جد الرسول؟ عبد مناف، الجد الخامس، يعني مشهور اسم هذا، أنا اسمه صابر مشهور. جد الخامس اسمه ايه؟ مشهور، اسم عائلتي مشهور. فالرسول صلى الله عليه وسلم جده مين؟ عبد مناف، دي عائلته خلاص. فهم اصلا اسمهم ايه؟ بنو عبد مناف او عائله بني مناف. طيب الامويين بينتسبوا لمين؟ لأمية. وكما تشاهدون يعني الأمويين هم أبناء عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل زوجة الرسول اللي هي سيدة أم حبيبة رضي الله عنها هي أخت سيدنا معاوية. هنا العباسيين نسبة لمن؟ للعباس جده، والأمويين نسبة لمن؟ لأمية. طب أمية والعباس أولاد عم، فماذا يفعل العباسيون؟ قالوا لا، الرسول بدل صلى الله عليه وسلم بدل ما هو من عائلة بنو عبد مناف اللي هي العائلة الأم هذه اللي هي الجد المشترك للرسول والعباسيين ولبني أمية، بدأوا يلعبوا على يقولوا لا، نحن العباس نحن أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق بالخلافة من الأمويين. ليسوا أقرباء، لا، هم الأمويين أقرباء، بس يعني هم العباسيين أقرب بعض الشيء فقط. يعني مسألة، وأصلا أنت كده ادعيت. يعني الأمويين لما حكموا لم يقولوا نحن نأخذها بسبب صلة قرابتنا من الرسول، ولهم قرابة، لكنهم لم يدعوا. ما كانوا يقولوا احنا من عائلة الرسول، ما عبد مناف هي عائلة الرسول، لم يقولوا هذا. فهي قصة قيام الدولة العباسية قائمة أصلا على الاستناد على مسألة كلها نصب. زي واحد يقول لك ايه؟ أعطيني فلوس لأن أنا من رئاسة الجمهورية وسوف أخلص لك كذا وكذا، أعطيني أموال لأن أنا ابن اللواء فلان ويستطيع أن يحل لك المشكلة الفلانية والفلانية. فهنا هو بدأ العباسيين يقولوا أن الأمويين ليسوا أقارب الرسول ونحن الأقارب، وبناء على هذا نحن الأقرب فنحن الأحق. هيترتب على ذلك انه هياتي احفاد علي بن ابي طالب رضي الله عنه ويقولوا لا، طب ما احنا احق بقى من العباسيين، ويبداوا يخوضوا حروب اللي هم ابناء بني طالب. فكان اسمهم الطالبيين، واحيانا سموهم العلويين، وليس مقصود بهم النصيريه اللي هم منهم بشار الاسد. يعني طائفه بشار اسمها النصيريه، ولكن الفرنسيين اسمهم العلويين. لكن المقصود بالعلويين في التاريخ الاسلامي احفاد علي بن ابي طالب، وليس طائفة النصيرية الآن الموجودة التي جرى تغيير اسمها إلى العلويين بعد ما فرنسا دخلت سوريا. طيب نأتي إلى الأمر الثاني، هو أن الدولة الأموية كانت دولة تقوم على الأخلاق والمروءة. يعني الدولة الأموية لن تجدها فيما أعلم قتلت أحد غدرا. الدولة الأموية كانت تحارب أحد، كانت تحاربه سيف لسيف، وجها لوجه، وإذا أمنت أحد في اتفاق تفي بالوعد. والدولة الأموية حتى أعدائها كانت تصالحهم
بل كان التضحم في أعلى المناصب. احنا هنا الدولة الأموية في عهد معاوية بن أبي سفيان، ونقسم في الدولة اللي باللون الأحمر كما تشاهدون بيحكمها معاوية بن أبي سفيان. طب شرق الدولة الأموية العراق وإيران وأفغانستان وهذا كل شرق الدولة الأموية، من الذي معاوية بن أبي سفيان اختار من يعينه واليا عليه؟ اختار زياد ابن أبيه. اسمه ايه؟ زياد ابن أبيه. يعني هم لا يعلمون له أبا، كانت أمه أمة وكانت بتضاجع عن الرجال في الجاهلية فأنجبت زياد. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لولا نسبه لساد الناس، يعني لولا ان هو مجهول الاب كان زمانه اصلا اصبح الخليفه، لانه زياد كان ماهرا جدا وبارعا جدا. زياد بن ابي هذا اصلا كان من قاده الجيش سيدنا علي ومن ولاد سيدنا علي بن ابي طالب، وكان يحارب معاويه بن ابي سفيان. لما انتصر معاويه بن ابي سفيان المفروض يعمل ايه؟ يقتل زياد. لم يقتل زياد، بل صالح زيادا، ثم عين زيادا واليا على العراق كله ووالي على كل الشرق، فأصبح زياد الملك غير المتوج في الدولة الأموية، وظل والي العراق حتى وفاته. ولما توفى جرى تعيين ابنه عبيد الله بن زياد واليا على العراق، وهو الذي قتل سيدنا الحسين. وعبيد الله بن زياد اللي هو قتل سيدنا الحسين هو جندي من جنود سيدنا علي، وكان مع سيدنا علي وكان معه في جيش صفين. المهم، فالدولة الأموية أعدائها الذين حاربوها لم تقم بذبحهم والقضاء عليهم، بل شوف سعة العقل والأفق، ما كان عندهم مسألة الانتقام أو الغدر أو كذا، كانوا ينظرون لكفاءتك ولإلى إن أنت رجل ولا لأ، حتى ما نظروا للنسب ولا للأصل. فخلاص هو عارف إن زياد لا يخون ولا يغدر، زياد راجل اتفقت معه هينفذ الاتفاق، فتعالى يا زياد أنت كفء وأنت لا تغدر ولا تخون ونحن لا نغدر ولا نخون. فكانوا ينظرون إلى أن هذا رجل وفارس ويضعون الرجل. فأنت لو لاحظت غالبية قادة الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية غير معروف أسماء قبائلهم، ليس لهم قبائل أصلا. طارق بن زياد القائد المسلم اللي من البربر فتح الأندلس، موسى بن نصير ليس من أي قبيلة، يقال إنه فارسي، وأنا أميل إنه فارسي لأنه لم يفتح أي قبيلة، لا ينتمي لأي قبيلة، يعني ما في عربي إلا ويعرف قبيلته حتى الجد الأربعين. لما نأتي للدولة العباسية، الذي اختلف مع الدولة العباسية قتلته، والذي اتفق مع الدولة العباسية قتلته، وحتى من ليس له علاقة بالسياسة الدولة العباسية قتلته، احتمال يثور علينا. فتجد كان في قتل خروج عن الشريعة الإسلامية، عكس الأمويين كل اللي من دخلوا، يعني حتى سيدنا الحسين كان في حرب وليس قتل غيره، أنا ضد قتله يعني. واللي قتلوا مين؟ اللي كان معاه في معركة صفين اللي هو عبيد الله بن زياد، وليس يزيد بن معاوية هو الذي أمر بقتله، الخليفة الأموي لم يأمر بقتله، إنما الذي قتله من؟ الذي كان معه في معركة صفين وكان معه في جيش سيدنا علي في جيش أبيه. عبد الله بن الزبير قتل أيضا في حرب، هم عرضوا عليه الصلح وكذا وإلى آخره، لكن في الآخر رجل لرجل وسيف لسيف، وليس غدرا ولا خيانة. في الدولة الأموية كان دولة كفاءات، دولة تقدر العقول، تقدر الناس وتنزلهم منازلهم، لا تنظر لأصله. طيب احنا بنأتي أكبر دليل على ذلك أنه ذرية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم ليسوا من أهل البيت. انتبهوا، القرآن الكريم حدد أهل البيت بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت سكانه، فزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته، وسيدنا علي كان ساكن معاه في البيت وهو طفل فيعتبر من أهل البيت. لكن ما عدا ذلك اسمهم ذرية، وانت اكتب في القرآن الكريم كلمة أهل ورد بمعنى سكن، أهل القرية، أهل المدينة، أو أهل بمعنى الزوجة. أما الأحفاد والأبناء فاكتب كلها وردت في القرآن بمعنى ذرية، ولم يرد في القرآن ذرية محمد على الإطلاق، لأن القرآن ليس لعائلة، يعني ليس في الإسلام ناس دمهم نبيل وناس دمهم فاسد، الناس كلهم عند ربنا سواسية، خلاص كده. ولذلك القرآن تحدث عن ذرية إبراهيم
وذرية سيدنا إسماعيل إلا ذرية محمد لا يوجد آية في القرآن عن ذرية محمد صلى الله عليه وسلم. طيب دليل الدولة الأموية هل قتلت ذرية سيدنا علي بن أبي طالب؟ لا، ما قتلته. أدي كل ذرية سيدنا علي بن أبي طالب موجودة. فنجد الأمويين متسامحين جدا مع أحفاد سيدنا علي بن أبي طالب أو ذرية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل وكانوا يعطونهم مرتبات. ومن يقرأ حتى في كتب الشيعة مذكور أن الأمويين كانوا يعطون مرتبات لأحفاد سيدنا علي بن أبي طالب. وفي زواج، يعني في زواج بين أحفاد سيدنا علي بن أبي طالب وأحفاد سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وبين حتى البيت الأموي كله. فكانت العلاقة بينهما جيدة وليس كما يصور الآن، لأن هؤلاء كانوا عائلة واحدة. واكتب على اليوتيوب صابر مشهور علي بن أبي طالب الشيعة، ستجد أنه سيدنا علي بن أبي طالب ما موقفه من الشيعة، وسيدنا علي بن أبي طالب وأحفاده، وعلاقات الزواج والمصاهرة مع الدولة الأموية. وده جزء من الدولة الأموية. كانت دولة يعني عادلة إلى حد كبير، عكس الذي سيجري في العهد العباسي. نأتي بقى بالدولة العباسية. الدولة العباسية لما تولوا الحكم غدروا بأمراء بني أمية، فقد أصدروا قرارين. القرار الأول قتل كل الأمراء، كل أطفال بني أمية، أي ذكر سنه 10 سنوات. فأنت طفل عمره 10 سنوات لماذا تقتله؟ قالوا نخشى أن يجتمع المسلمون حوله. ما هو بني أمية محبوبين أصلا، ولولا العراك الداخلي بين الأحفاد في الأسرة الأموية ما سقطت الدولة الأموية. لكن العباسيين كانوا يعلمون أن الناس تحب بني أمية، فلذلك قتلوا كل أمراء بني أمية. طيب في قبائل عربية كثيرة أخفت أمراء بني أمية عندها، لأن بني أمية كان لهم أيادي بيضاء على الناس وخدمات وكذا، كانوا الناس فاهمين سياسة وكانوا عندهم كرم. فماذا يفعل الدولة العباسية؟ كانت تعطي الأمان، تقول لبني أمية عفونا عنكم ولن نقتل منكم أحدا، تعالوا، فتجمعهم، وعندما يظهرون ويأتون ويفرش لهم الطعام تقوم بقتلهم على الطعام. فإيه الدولة العباسية؟ يعني قامت على أخذ الحكم استنادا لصلة القرابة وليس لأني أكفأ، ثم قامت على الغدر وقتل المخالفين حتى بعد تأمينهم. ثم هذه الدولة، من الذين أقاموا الدولة؟ سنجد أن كل من أقاموا الدولة العباسية قتلوا بعضهم بعضا، في حين في الدولة الأموية ما شاهدنا أموي يقتل أموي. يعني لا معاذ بن أبي سفيان تشاجر مع أولاد عمه، ولا يزيد تشاجر مع كذا، ولا معارك. تكاد تكون حالات غير موجودة أن الأمويين قاتلوا بعضهم، حالات غير موجودة عمليا. وهنجد الأمويين كان عندهم وفاء، يعني حتى كان بيجري الخليفة، كان الأموي يوصي بالحكم لأخيه وبعد أخيه فلان، وكان يجري تنفيذ الوصية بعد 20 بعد 30 سنة، تخيلوا. ولما نأتي في تاريخ الدولة الأموية، أنا بعمل سلسلة حلقات عن ذلك، ستجدون هذا. اكتبوا على اليوتيوب تاريخ الدولة الأموية صابر مشهور. مين قائد جيش الدولة العباسية الذي أسس الدولة العباسية عسكريا؟ أبو مسلم الخراساني. أبو مسلم الخراساني هو شاب فارسي غير معروف الأب، لأن أمه كانت جارية وأبوه أو زوجها أو كذا باعها وهي حامل فيه، وهذا لا يعيبه. إنما أبو مسلم الخراساني، تعالوا انظروا من قتل. فهتجد أن مؤسسي الدولة العباسية كلهم كانت أطماعهم في الدنيا وأخلاقهم سيئة. أبو مسلم الخراساني قتل الوالي الأموي على خراسان نصر بن سيار، أمنه، قال له يا نصر خلاص في أمان واترك خراسان وإحنا لن نقتله. بعد ما ترك خراسان واستسلم لهم قتله. هذه أول غدر وخيانة، أبو مسلم الذي قتله. أبو مسلم الخراساني طبعا ارتكب مذابح كثيرة جدا، لا أحد كله يتحدث عن الحجاج. طب أبو مسلم الخراساني ولا كلمة. ورغم أبو مسلم ده أصلا ما الخدمة التي أداها أبو مسلم للإسلام؟ هل فتح بلدا؟ لا. هل أقام عدلا؟ لا. هل أوفى بعهد؟ لا. ولا أحد يتحدث عن مذابحه وجرائمه. في حين الحجاج كان راجل عنده مروءة وعنده شجاعة وفتح بلدان. يعني بيردنا قصة عن الحجاج في ورعه وفي تقواه وفي نشر القرآن وتسييره للجيوش، ولم يردنا على الحجاج أنه شرب خمر ولا سرق ولا اغتصب امرأة ولا شيء من هذا القبيل. كان راجل عنده أخلاق. ثم تفترى عليه الأكاذيب.
أبو مسلم الخراساني قتل من؟ قتل قادة الدعوة العباسية، قتل لاهز ابن قريظ قائد الدعوة العباسية في خراسان في إقليمه، كان أستاذه وقتله، لأنه كلف لاهز بن قريظ يذهب إلى أبو نصر بن سيار الوالي الأموي كي يحضره له. فلاهز كان عربي، فكان عنده حكاية الأمان، فهو لما ذهب لنصر بن سيار قال لك أغدر به وأنا أعطيته الأمان، فقرأ له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. كان في مصحف ففتحوا على الآية، فهرب نصر بن سيار، قال لهم سأصلي العصر، وهرب أدخل الوضوء يعني. أبو مسلم الخراساني جاب لاهز بن قريظ، ما هو أبو مسلم بعت وفد كان في جواسيس يعني يتجسسون على بعضهم البعض، فأبو مسلم قتل لاهز بن قريظ وقال له: خنتني. قال له: خنتك إيه؟ أنت عاوز تغدر بنصر بن سيار وقد أمنته، أنت بتغدر. قال له: أنا أقتله، وقتله. ومسلم أبو مسلم الخراساني قتل القائد الثاني في الدعوة العباسية سليمان بن كثير، قتله أيضا. وقتل قائد الثالث في الدعوة العباسية أبو سلمة الخلال. انظروا، هم قتلوا بعضهم. وقتل عم الخليفة العباسي، أبو مسلم الخراساني قتل، اسمه عبد الله بن علي، كان قائد لجيش العباسيين أيضا. وهذا الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أعطاه جيشا ليفتح بلاد الروم بزنطة، فإذا به يأخذ الجيش ويعلن التمرد على الدولة لأنه يريد أن يكون خليفة، فكان رجل صاحب مطمع يعني في نفسه. فهؤلاء لما حملوا الدعوة كان دعوة هذا يريد أن يكون خليفة، وابو مسلم كان يريد أن يكون خليفة، وفلان يريد أن يكون خليفة، فكانوا يقتلون بعضهم البعض على المنصب. وهذا الواضح من أثرهم، لما أصبحوا في مناصب كانوا يقتتلون على الدنيا، فده دليل على فسقهم. ادي عبد الله بن علي تمرد ودي خيانة، وابو مسلم قتله، خد جيش وهزموا في معركة وقتله. وفي النهاية الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور قتل أبو مسلم قائد الجيش. طبعا الدولة العباسية جرى تمجيدها في كتب التاريخ يا جماعة، لأن ده رغبة أوروبا وأمريكا ورغبة اللي كتبوا مناهج التعليم لنا. الدولة العباسية عصر الحضارة والفنون والعلم، والأموية دي كانت عصر القتل والذبح وكذا، وده غير صحيح طبعا. الدعوة العباسية قامت على إثارة الفتنة بين المسلمين. العباسيون كي يصلوا الحكم لم يقولوا للناس نحن الأكفأ ونحن الأقدر، لا، بل قالوا احنا لابد نشعل الحرب الأهلية في مكونات الدولة الإسلامية، فأشعلوا الحرب بين الفرس العجم، الفرس والأتراك من ناحية والعرب من ناحية. فقاموا بدعاية كاذبة، وأنا سأخصص حلقة لكذبها، أن العرب يضطهدون الفرس والأتراك، وأن دولة الأموية دولة للعرب. فطبعا ثار الفرس وثار الأتراك المسلمين ضد الدولة الأموية باعتبارها العرب. ثم قام العباسيون وجهوا خطاب للعرب وقالوا لهم أن العرب في عرب شمالية وعرب جنوبية، والأمويين من عرب الشمال، عرب الشمالية، وضدهم مين يعني؟ فقالوا لهم: ده أنتم أيها عرب الجنوب الأموية يضطهدونكم لأنهم من عرب الشمال. فحتى زرعوا الفتنة بين المسلمين العرب نفسهم، فبقت حرب عرب شمالية في مواجهة عرب جنوبية، وحرب عجم في مواجهة عرب. فتخيلوا، ثم قبائل يعني، حتى كده أبو مسلم الخراساني كان يقول لدعاة العباسيين: ذكروهم بالأحقاد، ذكروهم بحروب الجاهلية. تخيلوا زرع الفتنة، فدولة قامت على الفتنة بين المسلمين والدعوة، هذا عرب شمالي وهذا عرب جنوبي وهذا فارسي وهذا تركي وهذا عربي وهكذا، وكلها كانت أكاذيب. واحنا ذكرنا في سياق العرض انه اصلا قادة جيش الدولة الأموية كانوا غير عرب، وكان فيهم عرب وغير عرب. والخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد رحمه الله قتل، ومعه من؟ أقرب الناس له عبد الحميد الكاتب، وهذا فارسي. يعني أكذوبة كبيرة جدا حكاية اضطهاد الدولة الأموية للعرب، كان بالكفاءة. أيضا الدولة العباسية قامت على أكذوبة أنهم من أهل البيت. مفيش حاجة اسمها أهل البيت، خلاص أهل البيت ماتوا الله يرحمهم رضي الله عنهم، السيدة عائشة وزوجات الرسول وبنات الرسول كلهم ماتوا، حتى سيدنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين ماتوا. فخلاص أهل البيت انتهى، ده مفهوم تاريخي ورد في القرآن، والقرآن ذكروا بمعناه، وهنأتي القرآن ذكروا الأهمية. أن القرآن، الآية القرآنية بتقول لزوجات النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن،
يعني في تكليف لزوجات النبي أن ينقلوا لنا الإسلام، وبالتالي في تكليف لنا نحن أن نأخذ منهن الإسلام. ولذلك ملالي إيران مراجع الشيعة بيطعنوا في زوجات النبي لهذا السبب. فالقرآن يقول أن خذوا الإسلام من زوجات النبي لأن عاشوا معاه نص حياته، وملالي الشيعة يكذبون القرآن والعياذ بالله. فده مفهوم يتعلق بمصدر الإسلام، وليس في واحد يعيش الآن ويقول لك أنا من ذرية، أنا من أهل البيت، أنت كذاب. فذرية علي بن أبي طالب ليس لهم أي وضع لا في القرآن ولا في السنة. والإسلام ليس فيه حاجة اسمها أنا أستحق كذا لأن جدي كان كذا، مفيش الكلام ده. واحد يقول لك أنا جدي كان آدم، ما احنا جدنا آدم. واحد يقول لك كان جدي نوح، إلى آخر ذلك. طيب، أيضا اللي لفت نظري لبعض هذه الأمور كان سيد قطب رحمه الله، وتحدث عن الدولة العباسية وقال هذه الدولة أدخلت الفلسفة اليونانية في العالم الإسلامي. كل فرق البدع والملل والنحو كلها دخلت في عهد الدولة العباسية، وكانت تخصص الأموال كي تترجم فلسفة اليونان. فسيد قطب يقول لما ننظر في أمر المسلمين الأوائل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فنجدهم لا درسوا فلسفة يونانية ولا رومانية ولا صينية، ولا كان عندهم مكتبة ولا جامعة ولا أي حاجة. هؤلاء الناس كان عندهم كتاب واحد، القرآن الكريم، وانتصروا بهذا الكتاب، والرسول أقام الدولة الإسلامية بهذا الكتاب، والخلافة الراشدة والدولة الأموية، والمسلمين انتصروا على الروم وانتصروا على الفرس. فمن عجيب أنه بعد انتصارهم يأتوا العباسيون، وكما يقول سيد قطب يأخذون بثقافة المغلوب ويترجمون كتب المغلوب لينظروا ما رأي اليونانيين. وبدأت الفرق الدولة الأموية كانت تحارب البدع وكانت تمنع الانحراف عن صحيح الإسلام، لكن الدولة العباسية أحيانا حاربت البدع وأحيانا أكثر شجعت البدع، وكانت بتصرف على ذلك وتنفق للأسف الشديد. وكلنا نعلم فتنة خلق القرآن الكريم. وحتى لما خليفة أموي عباسي واحد قسم الأمين والمأمون، يعني جرى تقسيم الدولة بين شرق لفلان وشرق لإيه يا عم أنت في إيه يا تركة؟ ما فعلها بني أمية أبدا. وتولية الأطفال. ختاما، الدولة العباسية انتهت بكارثة كبيرة بسبب الكذبة التي بدأت في البداية، وهي كارثة اجتياح المغول لبغداد. خلي بالك الدولة الأموية استلمت الراية من الخلافة الراشدة. طب وهي الراية بتسقط منها، لم تسلمها لكافر، سلمتها العباسيين مسلمين. لكن العباسيين لما الراية بتسقط منهم سقط في يد من؟ في يد المغول الكفر، فارتكبوا مذابح وقتل ودمرت بغداد. طب لماذا الأمويين؟ لأنهم كانوا صادقين ما استمر حكمهم طويلا، كان عندهم أزمة شرعية، إن لماذا تحكمون في شورى وفي انتخاب نظام جمهوري. طب العباسيين لماذا استمروا حكمهم فترة طويلة؟ لأنهم أسسوا لنفسهم شرعية مزيفة، ونحن أقارب الرسول فبالتالي نحن أحق بالحكم، فأصبح الناس يبجلونهم. حتى في فترات الضعف كان الخليفة العباسي يحبس في بيته ويظل الخليفة ولا أحد يخلعه، بسبب إيه؟ كذبة إنه أنا أحق بالحكم لأني قريب للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم لم يقولوا هذا كان الصح، مصلحة الإسلام تقتضي إزالة هذه الأسرة التي شاخت على مقاعدها، وتأتي أسرة بدوية جديدة تجدد شباب الحكم، النخبة الحاكمة. هذا الذي حدث. يعني أي دولة في التاريخ النخبة الحاكمة بتشيخ، لابد يأتي من يقوم بإزاحة هذه النخبة الشائخة العجوزة ويجلس مكانها. إما يكون من الداخل، يعني الدولة الأموية لما النخبة الحاكمة الأسرة الأموية شاخت جاء العباسيين وأزحوها، فهي قصة تسقط سواء أسقطها العباسيين أو غيرهم يعني. وده اللي حصل في عهد الدولة العثمانية. النخبة العثمانية الحاكمة شاخت 600 سنة على الحكم، شاخت وعجزت. كان الصح أن تأتي أسرة من داخل المسلمين وتزحها وتجلس مكانها وتجدد شباب الحكم. ماذا حدث؟ بقيت حتى شاخت، فجاء الإنجليز من الخارج واحتلوا اسطنبول وأسقطوا الأسرة العثمانية وسقطت بلاد المسلمين. فهنا نجد أن تأسيس الحكم على شرعية زائفة كاذبة جعل الأسرة العباسية تستمر فترة طويلة في الحكم وتشيخ معها كل بلاد المسلمين وتسقط وتنهار. وهذه كارثة كبيرة ارتكبها العباسيون. في الختام في كتب كثيرة تروي هذه الأمور، اكتب على اليوتيوب
كتاب تاريخ الدولة الأموية في عدة كتب، وفي أيضا سلسلة محاضرات قيمة. اكتب مثلا تاريخ الدولة العباسية الدكتور محمد الصغير، أو تاريخ الدولة الأموية الدكتور محمد الصغير. وفي دكتور تقريبا نسيت اسمه سعودي، اكتب تاريخ الدولة الأموية وتاريخ الدولة العباسية. وفي كتب أيضا بتروي تاريخ الدولة العباسية على اليوتيوب، كتاب تاريخ الدولة العباسية. ولكن الآن أنصح بمشاهدة مسلسل صقر قريش، ومطابق للتاريخ ومسلسل جيد، وأرجو أن تشاهدوه عدة مرات. يعني اقرأوا في التاريخ وشاهدوا المسلسل عدة مرات. أرجو مشاهدة هذا المسلسل. ورابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو، وهنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية. أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ، وأرجو الاشتراك في قناتي بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.